بسم الله الرحمن الرحيم. كيفكم اليوم؟ إن شاء الله طيبين. اليوم جابت لكم هذه الكيكة الحلوة الرطبة اللذيذة، تشبه تريليشيز بس أخف وألذ وسهلة، وعملها سهل. تريليشي شوي أثقل، فيها حليب أكثر. عملتها كان عندي ضيوف جاراتي جاييني في العمارة وانبسطنا فيها الصبحية كذا، مرة لذيذة وهشة. وعملنا معاها سحلب، كان شوية الجو بارد. تعرفون السحلب حلو في الشتاء وحلو في أي وقت طبعا، بس في الشتاء مشروب الشتاء المفضل، يدفي وصحي. هذه الكيكة بصراحة مميزة، الكراميل رائع، طعم الكراميل قوي، لونه قوي وطعمه قوي. وهذه القهوة التركية بس على بصراحة بدون وجه، الوجه راح مع الدرج. قدمنا معاها تمر وحلقوم، لأنه لازم بعد الحلا لازم الواحد يأكل شوي حلو، يودي يعني شيء مر القهوة. هذا هو سحلب جاهز، باكيتات. الباكيت يعمل كوبين. حطينا هيل ناعم، حطينا فستق ناعم ولوز مطحون وعين جمل، فانيلا وماء زهر وحليب وسكر. هو فيها سكر الجاهز بس ما يكفي، يكون قليل. نحط الحليب، حطيت 4 أكواب، وحطيت مغلفين من السحلب الجاهز. بعدين نشوف لو صار خفيف نزيد شوي، نقلب تمام. ياخذ وقت شوية لما يتقلب، لما يسخن يبتدي يغلي. نحط له هيل ناعم. بصراحة خليط الهيل الناعم مع الفانيلا مع ماء الزهر عطاه طعم مرة لذيذ. في تركيا هنا ما يحطوا، ما يعني لما نشتريه جاهز ما يحطون فيه أي طعم، حتى فانيلا ما يحطون فيه. هم يعني ذوقهم كذا، كل واحد له ذوقه. احنا نحب شوي يكون الطعم قوي وفي بهارات وفي أشياء. شايفين؟ نستنى عليه لما يثقل. بعدين تأكدوا ضقته شوية. بعد ما حطيت الفانيلا والهيل ضقته، حسيت انه ماسخ يبغى له سكر، ضفت شوية سكر زيادة. السكر طبعا حسب الذوق. نقلبه لما يسمك قوامه، ما يسمك كثير زي المحلبية، أخف. هذا مية الزهر أخذتها من بقالة عربية هنا، مرة ريحته قوي ومركز. اللي ما يحب ما يحط ماء ورد أو ما يحط. أصلا إحنا عندنا في الحجاز يحطون هيل وماء كادي للسحلب، ورشونه قرفة وزنجبيل للشتاء. أنا غيرت، حطيت مكسرات وفستق ولوز، طلع مرة حلو. حتى بصراحة عجب جاراتي بالمرة، يعني حسوا إنها حلا جديد. ما حطيت لا زنجبيل ولا قرفة على الوجه، فستق ناعم وفستق خشن وعين الجمل مطحون وشوي لوز محمص مطحون. يعني أحلى شراب بصراحة، مو بس للشتاء، لكل الأوقات. شايفين قوامه؟ بعدين ترى صحي، السحلب مرة صحي للأمعاء. الحين عندي هنا الكيكة الرطبة، طحين وسكر وبيض وفانيلا كريم شانتيه وحليب عشان نعملها، وكله حيكون مكتوب عندكم. 5 بيضات، نفصل الصفار عن البياض، نحط الصفار في وعاء ونرش عليه شوية ملح. شايفين؟ هذه بيضة. انتبهوا ما تكسرون الصفار، لو نقطة صفار جاء في مع البياض ما ينخفق البياض تمام. تعرفون الحين الكيكة هذه كيكة اسفنجية رائعة، في أنواع منها، يعني وصفات كثيرة للكيك الاسفنجي، هذه واحدة منهم. الحين نخفق البياض لما يجمد تمام. بعدين البياض ما نخفق ونتركه ونروح ونرجع نكمل خفق، أبدا غلط. يهبط ويطلع سائل من تحت، وبعدين ما يرجع ينخفق تمام. نطول بالنا نخفقه لما مرة يرتفع، بعدين نخليه. نخفق الصفار تمام، نحط له السكر، كوب سكر، نخفقه الحين بالمضرب الكهربائي، لأنه هذا المضرب اليد ما يكفي. لما يصير لونه أبيض ويذوب السكر، هذا الخطوة مهمة. هذا اسمها الكيكة الاسفنجية بالماء الساخن كذا اسمها. نحط الحين الطحين ونحط الفانيلا.
طبعا الفانيلا لازم احطها مع الصفار، بس انا نسيت حطيتها الحين مع الطحين، ما في مشكله. نحط البيكنج باودر، نحط نص كوب مويه دافيه، يعني اكثر من الدافيه شوي، ونخفق تمام تمام. اخر خطوه نصبه فوق البياض، ونقلب بالاسباتيولا، مش بالمضرب او اليدوي او بالكهرب، لا بالايد كده من تحت لفوق ويمين يسار لما يمتزجون تمام، ما نبغى الهواء يروح منهم. خلصنا الحين نحطهم في صينية بايركس مدهونة الكبيرة أكبر حجم، بس والله أنا ما كان عندي، حطيتها في صينيتين مربعات صغار. الحين حنعمل الشراب اللي حنسقي فيه الكيكة. لتر حليب، نحط له نص كوب سكر، ونحط له علبة كريمة، نسخنه تمام تمام، خليه على جنب. أنا حاولت أبرده لأني مستعجلة، حطيته في موية، بس ما نسقي الكيكة وهو بارد مرة، لا يكون دافي شوي عشان تتشرب الكيكة. الحين حنعمل كريم شانتيه. نحط ظرف كريم شانتيه، ونحط له الحليب، ونخفق تمام تمام لما يجمد. الحين نسقي الكيك بارد، والشراب يكون شوي ساخن، يعني مو ساخن نحط اصبعنا فيه نحس انه دافي. نخليها ساعة تتشرب على مهل. بعدين نحط لها الكريم شانتيه، نخفقه تمام. لما نخلص نملس الوجه عشان الطبقات تبان، نخلي الوجه أملس، ونمسح الحواف، نمسحها بمنشفة مبللة شوية عشان تصير نظيفة، لما نحط الطبقة الثانية تبان من الجوانب نظيفة. الحين حنعمل الكراميل. نحط السكر بدون ما نحركه على النار لما يبتدي يحمر، لما يوصل هالدرجة نقلب فيه تمام تمام، لازم يذوب، ولازم لونه يصير غامق عشان يعطينا اللون الحلو ويعطينا الطعم الحلو للكراميل. كل ما فتح اللون خف الطعم. نحط له الحين الزبدة، ونقلبها الزبدة تمام. شايفين؟ لازم تذوب تمام، ونخليها تحمر بعد زيادة. الزبدة راح تحمر الحين مع الحرارة شوية وتعطي طعم مرة أحلى. آخر خطوة نحط الكريمة، نقلبها لما تغلي. طبعا لما نحط الكريمة حيجمد السكر شوية، برضو نستنى لما يذوب السكر تمام. نذوب الحين ملعقة نشا في 3 كوب حليب. هذا النشا موية، عفوا 3 كوب موية، ونصبه. شايفين لون الكراميل كيف حلو؟ مرة لونه حلو، حتى في الطبيعة أحلى من الصورة. حيصير عندي القوام زي المحلبية الخفيفة، وهو المطلوب. لازم نخليه في حرارة الغرفة يبرد. أنا استعجلت، والحمد لله أني كنت عاملة صينيتين لو صينية واحدة كان مشكلة خرب. لازم نصبر، يعني في أشياء لازم الواحد يطول باله. الحين هنا قعدوا ساعة بالثلاجة، برد تمام. هذا اللي فيها الغلط، الحين هشوفون الغلط. صبيت فوقها الكراميل الحار، شايفين اختلط مع الكريمة طلعت شوية فوق واختلط، بس أكلناها يعني ما في مشكلة. الثانية خليت الكراميل يبرد تمام، مو يبرد بالثلاجة، لا يبرد برا. قاعدة أمسح هنا الحواف مرة ثانية، الصينية الثانية، عشان أتأكد كل شيء نظيف. بعدين صرنا ناخذ من الكراميل ونحط ونمسح. طبعا هو غمق لونه لما برد شوية. نمسح مثل الكريمة، مثل ما نمسح الكريمة، لأنه أحيانا ترى السرعة أو الواحد يمشي حاله ما ينفع إلا ما تخرب الطبخة، يعني لازم تكونون دقيقين. زيناها بالرمان والفستق وجوز الهند، وطلعت شكلها يجنن وطعمها يجنن، يعني كلها ما شاء الله تبارك الرحمن. لا تنسون عاد اللايك والشير والسبسكرايب. كل يوم تعالوا إن شاء الله، كل يوم في طبخات حلوة بإذن الله. الله معاكم.
اعملوها وانبسطوا فيها، ترى مرة سهلة ومرة لذيذة، وللحفلات يعني حتعجب الجميع. شايفين مو مثل التريليشي الحليب طالع وبارز وكثير. الله معاكم.